احنا عندنا تقويم قمري معتمد على القمر اللي هي السنة الهجرية، وعندنا التقويم الميلادي اللي هو معتمد على حركة الأرض حوالين الشمس اللي هم 12 شهر. اوكي. ولكن لما نيجي نطلع مركبة فضائية احنا لا هنعتمد على التقويم القمري ولا هنعتمد على التقويم الميلادي، احنا هنعتمد على حاجة أكبر أو حاجة أعم شوية. هم عندهم وقتهم بقى هناك بالظبط. صح؟ exactly. فقدماء المصريين كانوا عندهم تقويم اسمه التقويم النجمي أو تقويم معتمد على النجوم. واحدة من الحاجات العجيبة جدا في الحضارة المصرية القديمة، نجمة دي كانت مقدسة في كل الحضارات، مش يمكن الحضارة المصرية بس، ودي النجمة الوحيدة اللي ذكرت في القرآن باسمها يعني بعد الشمس. يعني ذكرت الشمس وبعدين ذكرت نجمة اسمها الشعرة اليمانية أو سيرس. الشعرة اليمنية أو سيرس دي ألمع نجمة ممكن تتشاف بالعين مجردة، وبتتشاف الأيام دي بوضوح وبسهولة. لو الناس طلعت بالليل وبصت في اتجاه الشرق هتلاقي نجمة عمالة بتتلألأ بتعمل سباركلينج كده لونها أبيض، هي دي نجمة الشعرة اليمنية. الوقت اللي بتظهر فيه النجمة دي قبل الشمس مباشرة كان بيحصل ظاهرة بنسميه احنا الشروق الاحتراقي. ممر تخيلي في الهرم الأكبر هرم خوفو باصص ناحية الشرق، أول ما إضاءة نجمة الشعرة اليمنية تخش الغرفة الرئيسية أو غرفة الدفن جوه الهرم الأكبر بتحصل حاجتين: يحصل فيضان النيل، ويحصل بداية السنة الزراعية عند الفراعنة اللي هي بيزد على التقويم النجمي أو بيزد على مين؟ على نجمة الشعرة اليمنية. واو. الحاجة الأغرب برضو إنه الهرم الأكبر في ممر باصص لاتجاه الشمال. اللي قاعد جوه الغرفة بتاعة الدفن بتاعة الملك جوه الهرم الأكبر، وأنا طبعا أنا لا أعتبر إنه الهرم ده غرفة دفن ومقابر والكلام ده كله. أنا أعتقد إنه الهرم ده مرصد فلكي متكامل انا معاك بشكل عجيب جدا يعني. إيه تعتقد ولا لا تعتقد؟ أنا أعتقد وبشدة يعني. ان هو مش طبعاً. مقابر. لا يمكن بأي حال من الأحوال يعني حسابات الهرم الأكبر القاعدة بتاعته بتشاور الاتجاه الصحيح بنسبة 100%. اللي قاعد جوه غرفة الدفن دي أو الغرفة الرئيسية في الهرم الأكبر وبص من الممر في الاتجاه الشمالي يشوف نجمة واحدة فقط لا غير. النجمة دي اسمها بولاريس أو نجمة القطب الشمالي، والنجمة دي اللي بيشاور ليها الأكس بتاع الأرض، ودي النجمة اللي احنا بنحدد منها الاتجاهات. الغريب إنه المحور بتاع الأرض بيغير الأنجل بتاعته كل 26,200 سنة تقريبا. يعني بمعنى آخر عشان نوضح للناس ونسهل، الأرض بتشاور لنجمة، النجمة دي مطرحها ما بتحركش، كل النجوم بتشرق وبتغرب إلا النجمة دي ثابتة في مكانها لمدة 26,200 سنة. بعد 2000 سنة تقريبا النجمة دي هتتغير وهتبقى نجمة تانية. لما أنا عملت الحسابات بتاعة الهرم الأكبر والكوردينيتس بتاعته والسيميليشن، لما النجمة التانية دي اللي هتتغير وهتبقى اللي هي النجمة بتاعة القطب الجديد للأرض، اتضح انه برضو الهرم هيشاور للنجمة الجديدة. فلا يمكن بأي حال من الأحوال ده طبعا أنا مش ده اعتقاد، متخصص. ده مش أنا بقول لك ما هو في مدارس كتير في الهرم. أنا مش متخصص. طب وايه اللي يمنع ان هو في يبقى مقابر انا قبل يعني بتهيألي ان الحاجه واحده من المدارس ان الناس ابتدت دلوقتي تقول ان ممكن يكون هو مش مقابر، ان هو عشان ما لقوش اصلا حاجه جوه، يعني ما لقوش في الاخر موميات جوه، ما لقوش، يعني هو ما لقوش حاجه تثبت 100% ان دي مقبره. ده دي المدرسه، بس انا مش عارف، انا يعني مش عارف الصراحه انهي مدرسه، طبعا لا صح كلها ثيوريز بالظبط. بس وكل ما بيبصوا فيه، وانا عارف برضو ان في واحده ثيوري تانية ان هي مصدر طاقه، في ناس بتقول ان ده مصدر طاقه، وان ده اللي كان البروجكت اللي كان نيكولا تسلا شغال عليه، ان هو ازاي يطلع طاقه من تحت الارض ببلاش. مظبوط. ففي مدارس كتير. مظبوط. ودي واحده من المدرسه منهم اللي انت كنت بتقول عليها، بس كلها مش مؤكده، مفيش حاجه مؤكده طبعا. حدش ياخد احنا الكلام. خد بالك برضو في مدارس كتير. احنا الموضوع دايما بنتكلم بالعلم او دايما بنتكلم، وده اللي خلاني جيت معاكم النهارده، ان احنا بنتكلم scientific based او كلام علمي، بعكس القصص المنتشرة الأخرى يعني. فأنا أحييكم الحقيقة التناول العلمي بشكل قوي جدا الحقيقة. والله بنحاول. عندي سؤال بقى علمي. اتفضل. دلوقتي القمر فيه خرام من النيازك، تمام. والأرض في الصحراء بندور بالنقب عن النيازك، وفي المحمية بتاعت جبل كامل في قلت فوهة. نعم. في فوهة كبيرة جدا. نعم. 500 متر في 2 كيلو. آه. فاضية. مظبوط. هو النيازك بتروح فين؟
الاحجار ولا البقايا اللي عمل الخرم، سوري، اللي عمل الخرم ده راح فين؟ ما احنا قلنا الناس بتنقب وبتطلع ايوه يعني وبتدور هو وبتاع. شال يعني ال 500 متر في 2 كيلو ده كله، في ناس اخدته. الحقيقه ما عنديش معلومه مؤكده على قصه جبل كامل، بس في احيانا كريترز مثلا او فوهات في امريكا بتبقى ما زالت الاحجار بتاعتها موجوده في سلطنه بس عمان على قصدي هي سبيل ما المثال. بتدوبش مع الوقت لا مثلا او يمكن، حاجه لا لا يعني، لا. ده بيبقى لا وبعدين بتبقى البقايا بتاعته بتتناثر، بتروح حتت كتير، فبقايا موجوده الا لو هناك عنصر بشري هو اللي تدخل وخدها، انما هو ستيل بيبقى موجود ما بيتحركش. اوكي. زي الديد فالي او طب وعلى القمر بقى ايه؟ القمر علشان ما عندوش جاذبيه الحاجه ما فبيخبط بتتحركش. ما بتتحركش، بتبقى موجود. يعني ممكن يخبط كام خبطه، وهو لو من الانفجار بتاع الامباكت ساح او داب او وات ايفر اللي حصل، خلاص ده تبخر يعني، راح.